من مهرجان الحب والسلام النهارده في فندق جراند حياة. كان معنا هذا اللقاء مع الفنانة وخبيرة التجميل الأستاذة إيمان. شاركت النهارده بعروض جميلة جدا النهارده في مهرجان الحب والسلام. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا فيك يا حسن. نورتينا النهارده بالقاهرة. الله يخليك يسلمك الله. أهل العراق. يحفظك يا رب يخليكي. حضرتك شاركتي بإيه النهارده في المهرجان؟ شاركت بشو عراقي عبارة عن زفة العراقية. عملت عروسة عراقية بالإضافة إلى الملكانات الباقية. عملت لهم سواري وتسريحة مكياج وتسريحة. عملت شو عبارة عن قصة أحكيها ولا؟ قصة في واحدة معجبة بالعريس، تجي تتصور معه، أوكي، تدفعها العروس، ترجع مرة ثانية تتصور، تدفعها، أوكي، للمرة الثالثة تدفعها، تعمل حركة خبيثة البنت اللي غيرانة، تسحب التاج من العروس، تخربط التسريحة. أجي أني أضبطها للتسريحة من جديد، بس أضبطها بصورة أحلى، يعني أظهر الجمال المخفي. اوكي، فكرة جميلة قوي. ولهذا أني الحلاقة بتاعتي اسمها حلاقة خفايا. حلاقة خفايا على أساس العرض اللي أنت عملتوه كمسلسل كده. تمام. حاجة جميلة وفكرة جميلة جدا. أيوة تمام. حضرتك اللي أبدعتي الفكرة؟ نعم، أنا طبعا ما محضرتها بالعراق. جيت هنا بالريسبشن، صافنا شوية، فكرت فيها أعمل إيه كنت محتارة بصراحة. تمام. خطرت ببالي الفكرة هذه رأسا. لذيذة جدا. الحمد لله. تمام. حضرتك النهارده مبسوطة اللي انت النهارده في القاهرة والمهرجان أقيم في القاهرة؟ بالطبع أنا مبسوطة لأن من مثلت شاركت بالمهرجان، ما شاركت باسمي فقط، شاركت باسم كل حلاقة عراقية. مثلت العراق بالصورة يعني الأحسن. مصففة الشعر أصلا حلاقة عندنا كحلاق. تمام. يعني مصففة الشعر كوافيريات، بس هي اللهجة برضو حلاقة هناك في العراق، صح كده؟ تمام. اتفضل. يعني كوافيرية. اوكي تمام. احنا برضو بنوضح اكتر للمشاهد. ما فيها شيء. تمام، بس خليكي براحتك خالص، اللهجة جميلة جدا. الله يسلمك. الله يخليكي. طبعا أنا المرة الثانية المهرجان، المرة الثانية أشارك فيه. شاركت العام الماضي أيضا مهرجان الحب والسلام. في اختلاف السنة دي عن السنة اللي فاتت؟ اختلاف بصراحة، اختلاف جذري. بالديكور، بالتعامل، بالمزايا، بالحلاقات أو الحلاقين أو الكوافيرية الموجودين، كله فيه تميز. كلمة بتوجهها لمستر محمد الجراح رئيس مهرجان الحب والسلام؟ بصراحة مستر محمد الجراح تعجز الكلمات صراحة، تهرب الحروف مو بس الكلمات، تهرب أمام الشيء اللي قدمه للحلاق أو الكوافير. بيسهر صراحة. يعني احنا السنة المضت كان منتظرنا للفجر منتظرنا حتى يستقبل الوفود، واحنا من ضمن الوفود اللي استقبلها بساعة متأخرة من الليل. بتحييه على المجهود. شكرا لها والله. تمام. ايه رأي حضرتك في مصر وشعب مصر؟ والله يعني صدق ما بعرف يعني شو اقول. يعني مصر مو شيء جديد عليها، لا الطيبة ولا الحب ولا الحنية. احنا شعبنا العراقي والمصري متخاوين من زمان. يعني ولحد الآن الحمد لله والشكر، وين ما نروح بس نقول لهم عراقي يحضنونا بصراحة. واحنا برضو بنموت في شعب العراق. الله يخليكي. الله يخليكي. نورتونا النهارده، وبتمنى لك دايما النجاح والتوفيق، ودايما تشاركي في مهرجان ونشوفك في القاهرة. شكرا. شكرا لك. بشكر حضرتك. بشكرك. تمام.